مرحبا حبايبي، السمك مشوي بطريقة عراقية بصلصة كلش لذيذة جدا. نجيب السمكة بعد ما نكون غاسلينها ومنظفينها كل زين، نرش عليها كمية وفيرة من الملح، كمية كل زينة من الملح، نخلي كل جزء بالسمكة مشبع كل زين بالملح. بعدها نعصر عليها نص ليمونة، عصرة محترمة، عصرة كل زينة. بعد ما عصرنا الليمونة ندلكها للسمكة كل زين بالليمون بحيث يتغلى الليمون كله بيها. بعدها نشيلها الفرن على درجة حرارة 180 من جوا فقط. هسه حاليا راح نحضر الصلصة. نحتاج إلى خاشقتين معجون، رشة ليمون، رشة ملح الليمون، كاتشب ودبس الرمان، ونخلطهم كل زين. بعد مرور نص ساعة راح نطلع السمكة من الفرن وندهنها بالصلصة كل زين من كل جوانبها. نشبعها بالصلصة لأنه حامضة وكلش طيبة راح تطلع. نرجع ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن جوا لمدة ربع ساعة. وهذا شكلها بعد ما انتهيت. نقدمها ويا التمن الأحمر والتمر والزبادي طبعا. وألف عافية، لا تنسونا باللايك والتعليق الحلو منكم.